هاتي الخلاط اللي عندك وانزلي فيه بصلايه كبيره متقطعه، فلفل احمر، فلفل اخضر، طماطميه كبيره، 3 4 فصوص توم، وعليهم كمان ربع كوبايه ميه، ونخلط المكونات دي حلوه قوي. وبعد كده بنزل بيها في الصينيه بتاعتي، هنزل عليها بمعلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه من القرفه بقى والزنجبيل وتوابل الفراخ والسبع بهارات. وهنزل كمان بمعلقه صغيره مليانه من البابريكا، ويفضل تكون بابريكا مدخنه. وهنزل بعصير ليمونه كبيره، ومعلقه كبيره من الكاتشب، ومعلقه كبيره من العسل الاسود، ومعلقه كبيره من السمن البلدي. ومعلقه السمنه دي بقى مش عايزه اقول لك على حلاوتها، بتودي معاكي التتبيله في سكه تانيه. هخلط المكونات دي كلها حلوه قوي مع بعض. بكون مجهزه الفراخ بتاعتي، غسلاها حلوه قوي ومنقعاها حلوه قوي ومصفياها، وباخدها عندي في التتبيله بتاعتي. طبعا مهم جدا اكون عامله فيها فتحات زي ما انتم شايفين كده، في الصدر وفي الورك وعند عظمه الكتف وعند عظمه الورك. هبدا اتبلها حلوه قوي واعمل لها مساج كده بالشكل ده، وتحت الجلد ادخل التتبيله، ومن يعني مش هسيب فيها حته ما تكون متبله حلوه قوي قوي. بالطريقه دي باخدها، بركنها مش اقل من ساعه في التتبيله. تقدري تعمليها من بالليل، تقدري تعمليها الصبح بدري وتركنيها وتبقى على التسويه جاهزه. لو عندك عود بقى روزماري هحطه كده عليها، بيديها ريحه حلوه قوي. بغطيها بالفويل، بدخلها فرن على درجه حراره 200، بتقعد حوالي ساعه. اول ما تستوي برفع الفويل واديها اللون الحلو ده، وبكده معانا احلى فراخ مشويه في الفرن بريحه وطعم ما حصلتش. جربيها تعجبك جدا.